عايز بجد تنجح، بلاش تقارن نفسك بحد اطلاقا. اوعى تقارن نفسك بحد. الهدف هدفك، الحلم حلمك، الطريق طريقك، والتلاتة دول مختلفين عن اي حد تاني. حتى لو حد في نفس مجالك، تأكد ان انت مختلف تماما عن اللي جنبك. فبص في ورقتك وما تبصش جنبك اطلاقا، علشان ما يحصلكش distractions، ما يحصلكش lack of focus. فتبتدي ايه؟ تبعد عن المسار اللي انت ماشي فيه. تركيز كامل متكامل على طريقك وفقط. وتاني حاجة، ما تقولش حاجة عن نفسك لحد. خلي نجاحك في الآخر هو اللي يتكلم عنك. وتالت حاجة والأخيرة، عشان تبقى ناجح وتوصل لنجاحك، خلي عندك كده مبدأ ومايند سيت مختلفة شوية، وهي إن أنا متقبل أي فشل هفشله في الطريق وهرجع. دي حطها كده حلقة في ودنك. ده لو بنت. لو راجل، حطها كده في دماغك. أنا ما عنديش مشكلة إن أنا أفشل، ولو فشلت هفهم أنا فشلت ليه، وهكتبه على الورقة، وهغير في الاستراتيجية بتاعت الخطة بتاعتي، وهبتدي من الأول وهكمل. عمر الفشل يا جماعة ما كان حاجة وحشة، بالعكس الفشل بيكون موجود علشان نتعلم من أخطائنا. وزي ما بنقول دايما دايما، الموضوع it's not in the destination, it's all in the journey. دي أهم حاجة في الموضوع كله. in the journey انت هتتعلم حاجات كتيرة قوي، هتفهم حاجات كتيرة قوي، إدراكك هيعلى جامد جدا. ف stay on your own lane، ما تخليش حد يشوش عليك ويوقفك عن هدفك أو حلمك. شكرا ليكم، وبالتوفيق للجميع إن شاء الله.